بس برضه هم خونة الامريكان، هيروحوا السعوديين المخرج وكذا كذا. كانوا فالافضل ان احنا نتكلم بلغتهم هم. انت تتكلم عن الديمقراطيه والحريه والتفكير وحريه التعبير والصحافه والكلام زي كده، هو ده اللي احنا عايزينه في الديمقراطيه. هو ده اللي احنا عايزين نعمل اصلاح في الديمقراطيه، ده اللي انتوا ساعدونا ان احنا يتم في المنطقه عشان احنا في النهايه ما يحصلناش مشاكل مستقبليه. الجماعه الصوفيه والارهابيين بيأثروا تأثير كبير جدا على شبابنا، واحنا مش عايزين هذا الموضوع يستمر. هو دي اللغه اللي احنا بنتكلم فيها. انما هم خونوا الامريكان، يفتتوا العلاقات العربيه دي شغلتهم كده. في علاقات عربيه يعني هم مش لم تسأل لي سيادتك ان مصر والسعوديه كانوا بيتأمروا على ليبيا؟ مش لم تسأل لي سيادتك كده؟ مصر والسعوديه بتتآمر على كان بتتكلم ايه والله حاجه كده، قال بلغوا الكونغرس. ايوه انا عارف الامريكان كده هم دي لغتهم. قلنا لكم قلت له عشان يضربوكم، قال بلغوا الكونغرس. والله نسيت دي حاجه كده، حاجه مش كده يعني. مصر والسعوديه بيتامروا كانوا على ليبيا او كانوا بيقولوا كلام او عمرهم ما دافعوا عن القضيه الليبيه، حاجه زي كده يعني. حاجه هم كده خونه الامريكان يعني، مفيش حاجه تتسلم. فاحنا نخليها دي في باطننا ونرميها بطريقه هم يقولوها علشان ما يحصلش المشكله اللي قد تحدث. يعني سيادتك ما تمرش باي حاجه؟ لا تمام لا ارتاح من جنب يعني. انا في البيت كويس، ارتاح وما اكتب ان شاء الله. انا معاك الصبح وانت في اي حاجه ست. انتم همومكم يعني شو ماشي باهي؟ ماشي كويس الحمد لله. لا عندنا شويه. انا خايف من اخوان المسلمين. احنا عندنا قلق من الضغط الخارجي اللي علينا. في ضغط خارجي كبير جدا ان الرئيس يعدل الدستور او يعمل مش عارف ايه حاجه كده يعني. وطبعا هي ميزه مصر هي الاستقرار اللي فيها. ميزه الضغط اللي بيعملوه ده عايزين يفتتوا مصر، عايزين يرجعوا مره اخرى الشغله بتاعت الناس اللي بتاع فلوس عشان ده يطلع ده رئيس وده يبقى نائب وده كده. ده مش هتنفعش في مصر. مصر ما تمشي كده ابدا. بالاضافه بقى ان هم بيغزوا التيار الاسلامي عندنا في مصر، الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين هم اللي سيطروا على مصر. ما دي المشكله. هم ده كان بيغزوها ده، وبعدين بيعملوا حاجات غريبه الامريكان. في مصر ما فيش مؤسسه سياسيه حقيقيه عقائديه في الشارع نفس الجمهوريه زي الاخوان المسلمين. ليش هم دول في اي وقت يقول لك هجيب مليون يجيبوا مليون، يعني مرتبين نفسهم كويس قوي. والاغلبيه الصامته اللي عندنا للاسف الشديد ما بتعملش حاجه، بتتفرج. الناس في مصر طيبين وفي عربنا وزينين، الواحد يرفع شعارات الله اكبر الله كله يجي معاه. مش عايزين ايه الحكايه؟ ما عندناش ثقافه الانتخاب، ما عندناش هذه الثقافه. ودول بقى عاملين ضغط شديد جدا والاصلاح السياسي وبتاع ايه، وبيدعموا شويه احزاب معارضه تافهه ما عندهمش قواعد ولا حاجه، لكن عندهم جورنال وعندهم فلوس امريكان. من الحزب الجديد الغد ده ولد اسمه ايمن نور، محامي افاق، وولد سلوكه سيء جدا، وعمل يعني جاب شويه اقباط على شويه ناس معاه وبتاع، وقدر يعني يكون حزب. ما نقدرش نقول لا، فتعمل الحزب طبقا بقى لمساحه الديمقراطيه اللي موجوده. شو ايديولوجيته يعني؟ امريكي يعني بينفذ تعليمات امريكا زي سعد الدين ابراهيم كده. سعد الدين ده مش بتاع حزب، ده بتاع مركز ابحاث يقعد يشتم بس في مصر ويطلع كل النواقص اللي عندنا يطلعها. وده بقى حزب عشان ينافس الحزب الوطني بتاعنا، ويبتدي برضه يتكلم عن المزيد من الديمقراطيه والمساحه والحريه والكلام. هم الامريكا عامله فيهم العمايل يعني كيف انتم اصدقاء له؟ احنا مين قال اصدقاء؟
عمرنا ما كنا اصدقاء ولا هنكون اصدقاء لامريكا، انما احنا بنتجنب الكراش، نتجنب ان احنا ندخل في مشكله معاهم، لان احنا الاقتصاد بتاعنا فراجيل خالص، يعني يا دوبك متسند. لو دخلنا في كراش معاه ممكن تحصل لنا مشاكل، وهم مجرمين يقدروا يعملوا عوائق كثيره جدا قدام الاقتصاد بتاعنا، يخلي الشارع يهيج على النظام. ده مش مطلوب على الاطلاق يعني. فاحنا مش اصدقاء، ده احنا بنحاول ان احنا ما نبقاش على خط العدائيات بتاعنا. مش عايزينهم يعملوا معانا زي ما بيعملوا مع سوريا. هيجي يوم هيعملوا، عاملين معاكم كل العمايل، هيجوا في يوم يعملوا، هيجوا في يوم يعملوا برضه. مش ناويين عليكم اعلنوا يقولوا مصر ما هيش ديمقراطيه بالضبط. ويضغط وبعدين اللي بيحصل في دارفور بيحصل في السودان هو هدفه مصر، اللي بيحصل في سوريا ولبنان هو هدفه مصر، وهكذا. هم عينهم على مصر. اذا هم ما توقفوش عن الاسلوب المعادي لكم. بالضبط. بس احنا بنأخر المواجهه يعني. هذه كل الموضوع الى ان ربنا يعني يسهل امورنا تمشي افضل احسن. هو اذا كان كتله واحده جمعه واحده كلمتهم يقدروا صلاحهم ويعرفوا. هو ده اللي احنا عايزينه. بس عايزين 3 4 دول يعملوا ترويكا ويعملوا جبهه معينه نتكلم معاهم، دي مصالحنا ودي مصالحكم، لا انتوا تمسوا مصالحنا ولا نمسوا مصالحكم، نتفق على ثوابت. مش يلزم مصر تقف باتفاقها مع السودان. السودان فاتت مصر طبعا، وبعدين احنا مصالحنا كلها هي مع السودان. زين خذ راحتك، انا مرتاح في بلدي. ربنا يحفظك. تأمرني بشيء. لا سلمنا على العيال. ربنا يحفظك.